سامحوني لازم اقول السر ده. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. تعالى اقولك على سر الخلطة اللي انا بعملها الفطير بعد ما يخرج من الفرن، علشان الناس اللي ظلمتني وبتقول شيماء مخبيه علينا اسرار علشان تخلي الفطيرة بتاعتك تلمع بعد ما تطلع من الفرن. تعالى اقولك ازاي، بس قبل ما اقولك ما تنسيش تدعموا الفيديو وتصلي على رسول الله وتعملي شير علشان الكل يستفيد، وانت كمان تاخدي الاجر والثواب وتستفيدي منه. فاجيب ربع كيلو من القشطه على ربع كيلو سمنه بلدي كوني مسيحاها، لان القشطه بتبقى داخلها خض، فلما باجي ادهن الفطيره بتاعتها بتطريها قوي، انا مش عايزه الطراوه دي قوي. بحط عليها السمنه البلدي علشان تديها في نفس الوقت اللي وشها بيلمع، وفي نفس الوقت ادى الطراوه بسيطه علشان الوش الطبقه اللي على الوش دي ما تقشرش معاكم. شايفين؟ اللهم صل على النبي. هتطلع معاكي نتيجتها من الاخر، هيطلع معاكي الفطير ريحته تجيب اخر الدنيا. الفطير بتاعنا رقم واحد، قسما بالله هينقل شغلك في حته تانية خالص. لازم تعجني العجينه كده زي ما قلتلك بميه دافيه علشان يطلع معاكي فارد ملوي الصاج زي ما انت شايفه كده، علشان كمان لما تيجي تدخليها في قلب الفرن ما تطلعش معاكي صغيره وتكش. يعني بعد ما تفرديها كده في قلب الصينيه وتملى الصينيه وتدخليها الفرن ما تطلعش معاكي كشه وصغيره. ادوا العجينه حقها في العجن، وبعد العجن قطعوها سيبوها ترتاح. لو جربت وعملتي كده هتدعيلي. هو ده سر الخلطه اللي انا بعمله للفطير طول ما يخرج من الفرن. قسما بالله هتدعيلي، استحلفكم بالله. ما تنسوا تدعوا لمحمد، ربنا يتم شفاعه على خير يا رب، هو واللي زيه. استحلفكم بالله ما تنسوا تدعموا الفيديو. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو، اعملوا شير علشان الكل يستفيد، وانتوا كمان تاخدوا الاجر والثواب وتستفيدوا منه. اشوفكم على خير وفي امان الله.